مرحبا بكم مستمعين إلى النشرة الثقافية. نبدأ نشرتنا من قطر، حيث صدر عن مركز الدراسات الدولية والإقليمية التابعة لجامعة جورج تاون في قطر كتاب جديد يحمل عنوان رصاصات ونشرات وسائل الإعلام والسياسة في أعقاب الانتفاضات، ويتناول العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والتحولات العربية السياسية والاجتماعية في المنطقة منذ بداية الانتفاضات العربية عام 2011. وجاء هذا الإصدار الذي نشرته دار الكتب لجامعة إكسفورد هيرست تتويجا لسنوات من البحوث قام بها مركز الدراسات الدولية والإقليمية في إطار مبادراته البحثية السياسية والإعلام في الشرق الأوسط بعد الربيع العربي. وحرر كتاب رصاص ونشرات محمد زياني، أستاذ النظرية النقدية ومدير برنامج الإعلام والسياسة في جامعة جورج تاون بقطر، ومديرة ورئيسة تحرير منشورات مركز الدراسات الدولية والإقليمية الأستاذة سوزي ميركني. وقد تبنى الكتاب مقاربات متعددة التخصصات لهذا الموضوع، حيث ينظر إلى الأحداث والتطورات والآثار المترتبة عليها في العديد من الدول مثل تونس وليبيا ومصر سوريا والبحرين. وقال زياني أن الكتاب يعطي نظرة ثاقبة ليس فقط بشأن الدور المثير للجدل الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي خلال الانتفاضات العربية، ولكن أيضا حول إعادة تشكيل الحياة العامة وإعادة صياغة متغيرات القوى وتجديد مضمون الوعي السياسي داخل فضاء معلوماتي تعرض للتغيير. وتعليقا على الكتاب، قالت مديرة مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة تكساس الأمريكية كارين ويلكنز أنه يقدم تحديا مقنعا لعلماء الاتصال الذين وضعوا افتراضات ساذجة بشأن الآليات السياسية والاستراتيجية المتعارف عليها إعلاميا. أحيا الموسيقار الأردني طارق الناصر وفرقته حفلا موسيقيا بالمدرج الروماني في عمان بحضور الآلاف من عشاق الموسيقى التصويرية. وقدم الناصر لجمهوره الكبير الذي زاد عن 5000 متابع مقاطع وقوالب موسيقية جديدة خرجت عن المألوف، مزجت بين موسيقى شرقية وأخرى غربية. وجاء الحفل بعد غياب فرقة الناصر عن المسرح ل4 سنوات، وشارك فيه مع الناصر 35 عازفا عربيا وأوروبيا. أما في لبنان، ينظم أول مهرجان عربي لأفلام الرعب والفانتازيا والخيال العلمي في العاصمة بيروت بمشاركة كل من فرنسا، اليونان، تركيا، إيران، الهند، الولايات المتحدة وقطر ولبنان. ويهدف مهرجان مسكون في دورته الأولى المقامة في الفترة بين 14 و18 من سبتمبر أيلول الجاري إلى نشر هذا النوع من الإنتاج السينمائي في الدول العربية. وينظم المهرجان شركة أبوط للإنتاج المتخصصة في الأفلام العربية والمحلية المستقلة بالتعاون مع الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، جامعة البيلماند، وموقع سينيموز الإلكتروني المتخصص بالأفلام الفيديو. وقالت مديرة المهرجان اللبنانية مريم ساسين في مؤتمر صحفي إن الإقبال الشعبي على هذه الأفلام تضاعف في الأعوام الأخيرة، لكنها نادرا ما تعرض في صالات السينما التجارية في المنطقة العربية التي تفضل عرض أفلام هوليوودية تستقطب الجمهور العريض. وأضافت أن مهرجان مسكون يهدف إلى سد هذا النقص وأن يكبر مع الوقت ويصبح موعدا سنويا لمحبي هذه الأنواع من الأفلام في لبنان والعالم العربي. ويفتتح المهرجان بفيلم رجل الجيش السويسري للمخرجين الأمريكيين دان كوان ودانيال شاينرت، الذي يتناول قصة الصداقة بين رجل يائس وجثة والرحلة المشتركة بينهما. كما يتضمن برنامج المهرجان إضافة إلى العروض ورش عمل، إحداها لخبير المؤثرات الخاصة الأمريكي دان فراي الذي عمل في أفلام عالمية ذات صيت منها هاري بوتر. وتتخلل المهرجان أجنحة عرض لمتاجر متخصصة في أغراض مستوحاة من أجواء هذه الأفلام، فيما سيتولى رسامون لبنانيون عرض أعمالهم المستوحاة من أجواء هذه الأفلام. أعزائي المستمعين، انتهت النشرة الثقافية. نشكركم على حسن الاستماع.